مساء الخير، معكم الموزع الموسيقي خاتشيك آدم. حلقة اليوم راح تكون مختلفة، ما راح يكون عندنا إيقاع الهوا. راح يكون في شيء جديد. راح نشتغل أغنية باللون الخليجي. طبعا اختاريت لكم ديمو أغنية الفنان الكبير عبد الله رويشد، أغنية اللي نساك. راح نشتغلها بصورة مبسطة، مجرد انه حتى توصلكم الفكرة انه كيف نبني الايقاع وكيف يعني ناخذ الكورز، وعن طريق الكورز راح تستفاد ببرمجة الجيتارات، واكيد بعدها البيز جيتار والسولو والباك جراوندز اذا كان كمان او جيتار او اي شيء يرافق الاغنية. يعني راح نبلش بالبداية، راح اشوفكم او راح اسمعكم انه شنو التراكات اللي انا استخدمتها. اول شيء اخذت اللي هو خلينا نبلش من هنا اللوب هذا اللي هو البوليرو، اخذناه مثل ما تشوفون من الستايلس. اخذت اللي هو، خلينا نشغل حتى تسمعون شنو اللي دا اقصده. اني راح يكون بهالطريقه هذه اللي هو هذا اللوب، اعتقد موجود عند الاغلبيه. اوكي، راح نبلش بهذا، هذه راح تكون كانترو. الانترو يفضل دائما انه الانترو يكون اللي هي يسموه الفاريشن الاول الثاني الثالث، مثل ما موجود بالكيبوردات اللي نعزف عليها على الستيج. VAR 1 VAR 2. الفاريشن معناه انه البارت هذا الاختلافات. فالفاريشن الاول راح يكون يفضل انه يكون مثلا الانترو يكون بالطريقه هذا، لانه دخول اغنيه، فما معقول انك انت تدخل بطريقه صاخبه يعني. فراح نختار مثلا الالكتريك بيانو من السامبل تانك، من برنامج سامبل تانك، وراح نسجل وياها الكوردز اللي هي تا تارا تا تارا بهالطريقه. اوكي، اعتقد لهنا يكفي. راح طبعا ادندن اياها حتى اعرف انه شو ايش دخل الكورز، لانه انا ما سجلت الميلودي بالبدايه كسولو. يعني تقدر انت طبعا تعزفها كسولو وتشتغلها. هسه راح اشوفكم شنو اللي راح نستفاد منه من الكورز. طبعا نجي نكبر مثل ما قلنا، نكبس على حرف الاتش. اوكي، او ناخذها من برا كلها نسويها كونتايز. ويفضل انك انت تفوت على النوتات وتسوي الكونتايز المفضل عندك او الكونتايز الصحيح. انا مختار لي 1/32. طيب نجي نسمع. اوكي، راح ابني المقدمه، راح اشتغل وياها بيانو اكوستيك. بالمقدمه راح اركب عليها الاكوستيك بيانو كمقدمه فقط، وبعدين نبلش بالغناء، نسجل غناء. راح اسجل الغناء كترجمه باي آلة سولو. حاليا راح نسجل البيانو. اوكي، نسمع. اوكي، خلصنا البيانو. راح نسجل السولو اللي هو الترجمة، حتى اعرف انا ايش راح اشتغل بالاغنية. طبعا خلينا ننصي السولو، آلة السولو راح انصيها حتى انه مجرد هذا راح يكون كجايد اعزف عليه الكوردز. اوكي،
اوكي طبعا سجلت ونسيت ادوس علامة الريكورد، ففي عندك طريقة حتى انها تطلع لك العزف اللي انت عزفته، اللي هي اغلبية الشباب ما يعرفون هذا الشيء، يقول لا مع الاسف انا ما سجلت، لا مع الاسف راح لعبت صولو حلو وطار من عندي. تكبس على الشيفت والنجمة الستارت اللي هي تخص الريكورد، فبهالحالة هي راح تعرض لك التسجيل العزف اللي انت عزفته من غير ما تكبس على الريكورد. اوكي نسمع. راح اقدم شوية. اوكي تأكدنا انه التراك هسه موجود. مثل ما قلنا لا تنسون تكبس على شيفت زائدا النجمة اللي هي للريكورد، فبالحالة تنزل لك تسوي بافرينج، تنزل لك الداتا اللي انت عزفتها اللي هي كانت الترجمة اللي اني سجلتها. طيب راح نقص مكان اللي هو ما بعد الانترو اللي هي الكوردز حتى نستفاد من هذه الكوردز. اذا ما تحب انت تيجي تعزف الجيتارات وتطبقها مع البيانو تقدر تقصها وتاخذ التراك تسوي كوبي على الجيتارز اللي انت تستخدمها ان كانت الكتريك او كانت اكوستيك. راح نشوف الطريقة كيف. اوكي هسه راح ناخذ البيانو الالكتريك بيانو اللي احنا لعبناه وراح نصعدها على نفس تراك الجيتار. مجرد ما تكبس على الالت وتلزمها التراك وتصعدها على الالكتريك جيتار راح نسمعها مع بعض. اوكي نص الجيتار طبعا ونفس الطريقة هذه نصغر هسه حتى نشوف نفسها راح ناخذها وراح اركب عليها الاسبانيش جيتار. هذا اللي هو الاسبانيش جيتار وراح نسمع الالكتريك مع الالكتريك بيانو. اوكي هسه راح اجي اركب البيس جيتار. اوكي ركبنا البيس جيتار نفس الطريقة نكبس شيفت وستار ونشوف. اوكي ركبنا البيس. طبعا اكو اخطاء بالالكتريك جيتار اللي هو الفي جي اللي هو هذا الفي جي الكتريك اديشن.
طبعا هذا مو كل انواع الجيتار يعزف لك الكوردز اللي انت لعبتها بطريقه صحيحه، يعني انا لما عزفت الشغل ما كان في اي خطا، لكن هذا راح يعطيك طريقه خاطئه. فحاليا هسه احنا ننزل صوت الجيتار هذا حتى انه ما يلخبطنا، هو خلانا نتلخبط شوي اثناء التسجيل. على كل حال انت تقدر تعدل طبعا الكوردز او تختار نوع جيتار ثاني. طيب هسه صار عندنا احنا الايقاعات والكوردز. طبعا راح ارجع من البدايه، راح اشرح لكم انه شنو البرمجه كانت يعني المناسبه للايقاع. راح نشوف الايقاع، نسمع الايقاع من هنا. اوكي، هذا اللوب اللي هو الرومبا. بعدين راح نسمع الدرامز. طبعا اكو هنا الفيل الرولز اخذت ترك لحال اللي هو هذا الثانية هسه. اوكي، صار عندنا فكرة عن الايقاع وشلون بدينا الايقاع والكورد وكيف استفادينا من الكوردز، انه اخذنا الالكتريك بيانو وخليناها على نفس تركات الجيتارات الثانية اللوبس اللي احنا عندنا اياها جاهزة. الجيتار الاكوستيك هذا طبعا نسيت اشوفكم اياه، هذا ماخذه من الايليا اللي هو افيموف. طبعا لوب موجود هنا، شوفوا اللوب اذا انت حاب تعرف شنو اللي انا مبرمج بيه. اوكي، البيسك بوب 8 واحد اللي هو الثاني على اليمين باترن اللي هو البيسك بوب 2 اللي استخدمته من الستايل اللي هو بيسك بوب 8 تي عفوا. اوكي، راح بعد ما كملنا هذا الشيء، اذا حاب انت طبعا تضيف الكمانات، مثلا راح تضيف الكمان، اي كمان انت يعجبك راح تلعبها مثلا. اوكي، ما سجلتها كمان، نقدر شيفت وستار ونخليها، لكن هذه بس كانت كصورة توضيحية انه انت كيف تشتغل الاغنية الخليجية وكيف هي سهلة، يعني ابدا ما بها اي صعوبة، ومجرد عن طريق 7 أو 8 تركات تلقاها الاغنية. خليني اسمعكم اياها كاملة مع الكمانات، بالرغم انه العزف اللي انا قاعد اعزفه غير مدروس، مجرد انه ديمو فيديو حتى نفهم الطريقة. راح نسمعها للأخير، اسمعوا كيف صارت، انسوا لي الأخطاء.
اوكي، اشكركم، وان شاء الله راح نلتقي بحلقات ثانية، وراح يكون عندنا برامج كاملة على كل انواع الستايلز الاغاني، ان كانت عراقية او خليجية او شرقية مصرية او مغربية او اي شيء ان شاء الله، حسب اللي اقدر عليه، او اغاني سلو اللي تحبوه انتم اكتبوا لي، انطوني اقتراحاتكم وشوفوا شنو اللي يعجبكم شنو اللي يعجبكم. اتقبل النصيحة، يعني كل النصائح والنقد بنفس الوقت، لانه انا هم مثلكم اتعلم. اشكركم، لا تنسون السبسكرايب واللايك. ونقطة مهمة أذكرها مرة ثانية، إنه عند السبسكرايب عندك علامة الجرس اللي تطلع لك السوداء، مجرد اضغطها حتى إنه أنت تكون سويت فولو للقناة للفيديوهات اللي أنا راح أجهزها، فتكون أنت توصلك الفيديوهات أول بأول. أشكركم، مع السلامة.